فقال من مع موسى عندما رأوا البحر أمامهم وفرعون من خلفهم قالوا إنا لمدركون. يا موسى أحيط بنا البحر من أمام الجند من خلفه. الجواب إن معي يا ربي سيهدين. أن يغلب من كان الله معه، أن يغلب من كان الله ناصره، أن يغلب من كان الله مؤيده، أن يغلب من كان الله مؤيده. ومن أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قال. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهداه الله أن يضرب البحر فحول البحر المغرق إلى طرق. وعبر موسى وقومه البحر سالمين. وما لبث أن جاء فرعون وجنوده خلفهم يتعقبونهم سالكين نفس الطريق وسط مياه البحر. وصل فرعون الآن في الاتجاه الآخر وموسى في الاتجاه الثاني. فرعون الآن يريد أن يدخل، توقف، خاف، علم أن بالأمر شيء وأن هذا ليس فعل بشر. فقال فرعون في الناس أرأيتم كيف انفلق البحر لأجلي لأتبع عبيد الآبقين. يستخف بالناس ولكنه لا يريد أن يتقدم. قالوا تقدم يا فرعون. قال انتظروا انتظروا. هو الآن واقف يريد أن يرجع، يخاف أن يتقدم. فجاء جبريل وتمثل بصورة فرس يثير فرس فرعون، فجعل فرس فرعون يتقدم رغما عن أنف فرعون، فتقدم فرس فرعون ودخل في البحر، فتقدم الجيش معه. إن للظالمين نهاية، إن للظالمين نهاية الظالم. هؤلاء الخمس من الناس إنما هم مستراح منهم، تستريح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. هؤلاء من فضحتهم أعمالهم. نهاية الظالم.